خلّيني أفاجئك وأقول لك إنك تقدر ما تتكلّمش في كل حاجة، وتقدر ما تردّش على كل حاجة بتتقال. هالو يا أبطال الwellness عاملين إيه؟ ناس كتيرة بيكرهوا لحظات الصمت أو بيحسّوا بتوتر لو سابوا موضوع من غير رَد. النهارده هنعرف ليه بنخاف من السكوت وليه بنستنزف طاقتنا في كلام مش بيضيف لنا أي حاجة. أنا هايدي وده The Wellness Squad، يالّا نبدأ. بنشوف الموقف ده كتير، تبقى قاعد في قعدة صحاب وفجأة الكلام يخلص فتحس بقلق وعدم راحة، وتبدأ تدوّر في دماغك على أي كلام، أي حكاية، حتى لو كلام شخصي عنك، بس عشان تكسر الصمت المُحرج ده. نفس الكلام بيحصل أونلاين، تشوف comment مستفز أو حد بيقول معلومة غلط فتحس بضرورة الرد، إنك لازم تدخل تصحح وتثبت وجهة نظرك وتتجادل لساعات مع ناس عمرك ما شُفتهم. السؤال هنا، هل أنت بترد لإن الكلام هيغيّر حاجة والّا بترد لمجرد إنك قادر ترد؟ تعالوا نشوف علميًا ليه بنقلق من الصمت. وفقًا لدراسة اتعملت في جامعة جرونينجن، الباحثين اكتشفوا إن الصمت ال4 ثواني بس في نُص المحادثة كفيل إنه يخلّي الشخص يحس بقلق وتوتر. الدراسة دي وضحت إن مخنا متبرمج إنه يشوف الصمت كتهديد للاندماج الاجتماعي، وكأن السكوت ده بيقول لك إنك بدأت تترفض أو إن في مشكلة بدأت تظهر. عشان كده بنتكلم في أي حاجة لمجرد إننا نهدي الإحساس ده ونطمن نفسنا إننا لسه مقبولين والدنيا كويسة. كمان إحنا اتعودنا على التحفيز المستمر، فبقى الهدوء بالنسبة لنا شيء غريب ومقلق، فبنحاول نشوش عليه بالكلام، مع إن في الحقيقة الصمت هو المساحة اللي بنقدر نسمع فيها نفسنا. في بعض الأشخاص عندهم ما يسمى بفرط الوعي والنقد الذاتي، زي ما وضحت دكتور ميشيل لينو. الناس دول بيفسروا السكوت كفشل شخصي منهم أو إشارة لرفض اللي بيكلمهم ليهم. كمان الناس دي خلال الصمت بيراجعوا كلامهم اللي قالوه من شوية وبيحكموا على نفسهم وبيطلعوا سلبيات الكلام، فبيفتكروا إن الطرف التاني برضه قاعد خلال الصمت بيحكم عليهم، فبيتكلموا عشان يشوشوا على الحكم ده. في عالم اسمه روي بوماستر اتكلم عن إن مخنا بيشوف الصمت كأنه نبذ اجتماعي، وده بيخلينا نحس بالرفض لما الحوار بيقف ويسكت. وبالنسبة للباحث نامي كوباياشي، إحنا بنكره الصمت لأننا بنربط بين سلاسة الكلام وبين الانسجام مع اللي بنكلمه، فأي سكوت بيبان كأنه انتهاء للانسجام اللي بينا ده. في حين إن المعالج النفسي الشهير روبرت تايبي بيشرح إن اندفاعنا للكلام والرد السريع هو في الحقيقة آلية دفاعية للسيطرة، وإننا لما بنحس بالقلق في القعدة بنحاول نسيطر على الموقف من خلال الكلام، لأننا طول ما إحنا بنتكلم إحنا اللي بنقود دفة الحوار، وبنحدد للناس تفكر في إيه وتسمع إيه، وبنسيطر على انطباعات الناس عننا. طيب إيه اللي هيحصل لو قللنا كلامنا؟ أولًا، هتحمي طاقتك، الكلمة اللي ما بتطلعش هي طاقة أنت وفرتها لنفسك. ثانيًا، هتحافظ على هيبتك، الشخص اللي كلامه قليل وموزون لما بيتكلم الكل بيسكت عشان يسمعه، لأن كلامه ليه هدف مش مجرد مالي فراغ. ثالثًا، السكوت ده بيديك قدرة على المراقبة، لما بتسكت بتفهم اللي ورا الكلام، بتفهم الدوافع الحقيقية للناس، وبتقدر تحلل المشهد صح بدل ما تكون مشغول بتجهيز الرد الجاي. الصمت هو المساحة اللي بتخلينا نفكر ونرتب كلامنا. وأخيرًا، لما ما بتخافش من الصمت بتسترد سيطرتك على نفسك، وبتتعلم إمتى ردك بيكون ليه لازمة وإمتى السكوت بيكون مؤثر أكتر من الكلام. المرة الجاية لما تلاقي نفسك في قعدة صامتة أو بتشوف comment مستفز أو حد بيحاول يجرجرك لجدال ملوش لازمة، خد نفس عميق واسأل نفسك، هل الرد ده هيضيف حاجة؟ لو الإجابة لأ، استمتع بالسكوت وخليك فاكر إنك مش مضطر ترد على كل حاجة. قولولي في الكومنتس بتحسوا بإيه لما تكونوا في حوار والكلام بيسكت فجأة، وقولولي كمان إذا ندمتوا قبل كده على موقف اتكلمتوا فيه بدل السكوت. ولو محتاجين مساعدة أكتر أو حد عنده سؤال معين أو topic معين حابين نتكلم فيه في القعدات الجاية، ابعتولي مسج على انستجرام من اللينك في الديسكريبشن. كان معكم هايدي وذا ويلنس سكواد. باي.